ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز من داخل تياترو النيل. عرض مسرحي باحتفالية بالعيد، ومعانا أحد الفنانين هنتعرف عليهم سويا. أستاذ حمدي، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والله بخير. انت كل عام وحضرتك بخير. أولا أنا بهنيك على العرض الرائع، أكتر من رائع بصراحة، احنا استمتعنا، فاحنا بنشكرك كلنا عشان انت وصلت هدف. حبيبي ربنا يخليك، والله انا شرف ليا وجودكم معايا وباذن الله اللي جاي هيكون افضل من كده ويا رب تكون الرساله وصلت من العرض، اهم حاجه. والله هي الرسالة وصلت، وأنا بتمنى المزيد من التقدم والمزيد من النجاح، وأنت حد جميل والجروب بتاعك كله جميل. فأنت عايز توصل للشعب إيه؟ انا عايز اوصل للشعب بس نهتم تاني بالمسرح. المسرح هو رساله مباشره للجمهور، ما فيهاش اي اعداد كادرات. ماشي، قول. المسرح اهم حاجه في الفن عامه، لان هو تواصل مباشر مع الجمهور، ما فيهوش اعداد كادر شبه التلفزيون. التلفزيون ممكن اغلط مره واثنين وثلاثه اعيد، لكن هنا ما فيش. هنا انت والناس هم هي اللي بتحكم عليك اول باول. فالمسرح صعب، ويا رب الايام اللي جايه نكونوا نقدر نبسطكم ونفرحكم ونقدموا الحاجه اللي تفيد مجتمعنا الجميل واهل اسكندريه بالذات. وباذن الله الفتره اللي جايه هحاول ان انا اطلع محافظات وان شاء الله خير. إن شاء الله يوم الخميس في حاجة هتكسر الدنيا طبعا. طبعا باذن الله. انا مش هقول انها تكسر الدنيا غير لما مش هنحرقه. عرض اسمه كل اللي لابسه، بطوله العبد لله، وفريق زلزال الفنون بقياده الاستاذ احمد حمدي. وباذن الله باذن الله هتكون رساله مهمه جدا وهتضحكوا من قلبكم باذن الله. الفنان الجميل طبعا، بنتمنى له النجاح والتوفيق الباهر. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، وكل عام وحضرتك بخير. حبيبي انا اللي حابب اشكرك على تواجدك معانا، ووجودك شرف كبير لينا استاذ تامر، ويا رب تكون مروح مبسوط. حبيبي تسلم لي يا رب، وكل عام وحضرتك بخير. معانا طبعا مخرجنا العظيم الاستاذ احمد حمدي. بالصحة والسلامة يا استاذ تامر، انت نورتنا وشرفتنا، ودايما انت داعم للمواهب الشابة اللي موجودة وورانا دايما ورا فريق زلزال. حبيبي تسلم لي يا رب. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ. على فكرة انبسطت جدا لان انتوا بتوصلوا رسالة هادفة للمجتمع. الناس طبعا بقى لها فترة محدش بيحضر مسارح، فعايز انت توصل ايه هدفك الرئيسي اللي يوصل للمواطن في الاخر؟ انا هدفي الرئيسي على مستوى السكندري الاول، المجتمع السكندري او الجمهور السكندري جمهور ذواق جدا للمسرح، وانا نفسي اسحبه تاني للمسرح زي الاول، زي زمان، زي ما كان سهرات الخميس والجمعه دايما في المسارح. نفسي اسحب الجمهور السكندري تاني، والجمهور السكندري يستاهل ان احنا نقدم له حاجه مشرفه وحاجه كويسه، حاجه فيها هدف، حاجه فيها رساله. تمام. مش مجرد ضحك وبس، لان المسرح مش ضحك، المسرح اول رساله. رساله. المسرح طبعا ابو الفنون، فلازم لما تقدم رساله تكون قد خشبه المسرح اللي انت واقف عليه. واحنا افتقدنا الموضوع ده من سنين. للاسف، بس في نجوم كويسين وفي رموز كويسه الواحد ما يقدرش ينكر، بس للاسف الوحش مغطي على الحلو. بالظبط، مش ظاهرين على الساحه. مش ظاهرين. طب بالنسبه ليوم الخميس، نقوله في حاجه هتكسر الدنيا ولا نخلوه مفاجاه؟ يوم الخميس في عرض كوميدي، باذن الله باذن الله هيكسر الدنيا بوجودكم طبعا. كله لابسه، وفي مفاجاه في اخر العرض مش عايزين نحرقها. نتمنى ذلك. طبعا كان معانا المخرج الجميل الاستاذ احمد حمدي، وطبعا كان هنا نهايه لقائنا في